والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض برجر عشان خاطر طبعا المدارس والحاجه اللي بره مبقتش مضمونه. اول حاجه هنحتاج مع بعض اللحمه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كيلو الا ربع. عايزه تعملي كيلو، عايزه تعملي اتنين نص، كميه رجالي. انا هنعمل مع البرجر بتاعي هنستعمل بهاراتي. بسم الله الرحمن الرحيم: فلفل اسمر، كمون، ملح، وبصل بودر. البصلة الصغيرة دي هنبشرها بس فقط لا غير. في ناس ما بتحطش بصل، بتستكفي بالبهارات، بس انا عشان نديله طعم هنحط ايه على كيلو الا ربع بصلة صغيرة خالص. بصوا حبايبي، ده فول صويا. في ناس مش بتحبه، مش بتحطه اصلا. في ناس بتحط بيض وبقسماط وخل ونشا، فانا هنستكفى بكل ده عشان مش حابة همبرجر خالص، ده هيقلب حاجة تانية خالص. فانا هنحط معلقتين كبار كده ايه فول صويا. وطبعا اللي بره كله بيبقى فول صويا، احنا عارفين يعني. الحبة دولت مليش نص كوباية اهو. عليهم بشوية مية سخنين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبة صغيرين بس هينفشوا قد ايه، بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا عارفين كل اللي بره بيبقى كله فول صويا، مفيهوش نسبة لحوم خالص، وإلا من رحم ربي لو في شركات معروفة نسبة اللحوم بتبقى بسيطة خالص. هنسيبه كده يتشرب سنة. نجيب البصلة بتاعتي اللي أنا بشرتها اهيت، لا تقدر تسكر بس عشان تديله طعم وريحة، عشان طبعا البصل البودر احنا عارفين ان هو لا ليه طعم ولا ليه ريحة، شكل بس. طبعا بهارات البرجر ما ننساهاش، اهم شيء عشان ناخد الطعم والريحة مع بعضها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نسيت نقول لكم ان اللحمة ديت مش ملبسة زي لحمة الكفتة، بس طبعا فيها نسبة دهن بسيطة، بس مش بنسبة يعني ان الكيلو ياخد ربع كيلو دهن، لا. احنا عايزين نحس بطعم اللحمة، وبعدين الدهن ده بيفك في الشوي او في التحمير، فبيكشش ايه قطعة البرجر. فاحنا كده حاطين نسبة دهن، بس الدهن المعقول يعني. متنسوش برضه معايا في المرحلة دي ما تعملوش لايك وتصلوا على النبي كده في الكومنتات، واللي مشتركش في القناة يشترك. الفول الصويا نافش خالص اهو، هننزل بيه بالشكل ده. نص كده يا حبايبي. هنخلط بقى كل الخليط مع بعضه لغاية ما يختفي. انا كده خلصت الهمبرجر. ضربت ضربة اللحمة بعد ما سبتها في التلاجة 3 4 ساعات اهي. بسم الله ما شاء الله. اسمها ايه، بس اهي. هنبدأ نعمل مع بعض كده كور. بص بقى، ده معايا طبعا دي اكياس تلاجة. انا جبت الكياس، جبت الكيسة فتحته كده، وديت علب تلاجة او في صواني او اللي انت هتستعمليه. القوالب ديت بنحط في الفريزر. نحط كيس التلاجة كده، ونجيب التاني كده ايه نكبس بيه وندهن الكيس الزيت كده بالشكل ده. بسم الله. نبدأ نكبس كده بالشكل ده. بص يا حبايبي، حلو أوي الحجم ده، بسم الله ما شاء الله. نحطها في الكيسة دي كده، ونعمل كمان واحدة ونغطي عليها، ونعمل بقى كذا دور اللي انت عايزاه. نعمل كمان واحدة مع بعض. يا حبايبي بسم الله ما شاء الله. رأيكم
ولا غلطة. بسم الله ما شاء الله، لحمة صافي مش فول صويا اهي. بالورقة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى لو خس مش هيخس حتى. نقول لك ايه، الربع واحدة كمان مع بعض اهي. بص على فكرة لو طلعت صغيرة على البتاعة دي ازاي. دوريها كده بس عشان ايه تاخد كلها حجم واحد. زي كده بص كده. في حتة لحمة كده إضافية كده زي كده. كمل اهي. تلعبي بايديكي اللي انت تعمليه، اللي انت عايزة تعمليه. الأطراف العالية دي برضو كده هننزلها كده بالشكل ده كده. نكمل عليها كده عشان تطلع كلها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم؟ تحفة ولا مش تحفة؟ بسم الله ما شاء الله. من كيلو الا ربع لحمة. بسم الله. بص دول اتنين دول نفس القصة. نحط من كل واحدة وواحدة كيسة. نقطعها اهي اتنين. وادي كمان. بسم الله ما شاء الله كده. ادي واحدة كمان اهي. كده كام؟ خمسة. خمسة ودول التلاتة 8. لسه في 4 لسه في 5 كمان. بسم الله ما شاء الله. هنكمل الكمية كلها ونرجع نوريكم كله في الآخر. جايبة كمان آخر واحدة اهي عشان نعرفكم إن اللحمة لما تستنى شوية في التلاجة تطلع لك شغل كويس حلو خالص. شغل كويس حلو. بسم الله ما شاء الله. ولا تعليق والله. بسم الله تحفة. يا أيها. يلا نجرب بقى وصفاتي. والله لو جربت الوصفة بتاعتي هتعجبكم جدا. هو كده بقى برجر محلات ولا يجي فيه أي حبايب. الحجم قد إيه؟ بسم الله ما شاء الله. عمرها ما هتخس النص ولا الربع حتى، لأن الدهن بتاعها قليل والفول الصويا اللي أنا حاطاه قليل. بدل ما نحط فول صويا ونشا والحوارات اللي ملهاش لازمة مش هتقلب معايا البرجر في الآخر، هتبقى حاجة تانية خالص. حاجة فخمة 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 فخامة الفخامة. متنسوش تجربوا الفيديو بتاعي. واحنا كده هنحطه في الفريزر. نشمعه بقى نتلجه لغاية ما تستخدمه. بس انا هعمل لكم فيديو تاني اعمل فيه العيش البرجر. ونطيب مع بعض البرجر ونحشيه ونشوفه من ألف إلى الياء. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو بتاعي تشتركوا في قناتي يا جماعة، واللي مشتركش في قناتي يشترك فضلا وليس أمرا. وتعملوا لايك 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 كتير. وتحاولوا لو تقدروا بقى تشيروا له فيديوهات عشان الايه الدنيا نايمة عندي خالص.